هلو يا حلوين. الفيديو النهارده مهم جدا لكل ست، وهو بعنوان ازاي جوزي ما يتجوزش عليا. ازاي يا ناني؟ شويه خطوات وحاجات هنعملها مع بعض علشان دايما تكوني ست كويسه ونظيفه وجوزك ما يهربش منك. طيب ايه هو اول حاجه يا ناني؟ اول حاجه لازم تكوني ست نظيفه وما يكونش فيه في جسمك شعر، وتكوني باستمرار ريحتك كويسه. طب هقدر اعمل ده ازاي؟ اول حاجه لازم تعمليها وهي السويت السوداني. السويت السوداني، بصوا انا النهارده يعني هقول لكم اكنك هتعملي ليزر وانت قاعده في البيت. السويت السوداني دي حاجه قمر قمر قمر، طبعا معروف جدا فوائدها ومعروف جدا نتيجتها عامله ازاي. عايزه اقول لكم ان هي حلوه جدا لازاله الشعر، ده غير ان هي بتاخر نمو الشعر، ده غير ان هي بتشيل كل الجلد الميت اللي موجود في جسمك. يعني اكنك بصوا هتعملوا اكنك سكراب كده لجسمك كمان وانتي بتعملي السويت. عايزه اقول لكم حلوه جدا، يعني من الحاجات اللي انتي لما هتعمليها هتقللي نمو الشعر في جسمك بطريقه ملحوظه. ده غير ان السويت السوداني من انضف انواع السويت ومش بتوجع، دي حاجه مهمه جدا لازم اقول لكم عليها. طيب تاني خطوه ودي مهمه جدا الاتنين مع بعض، وهو زيت السعد. زيت السعد ده اكنك عملتي ليزر وانتي قاعده في البيت، بيأخر نمو الشعر جدا. يعني بعد فترة من استخدامه هتحسي ان كل الشعر اللي في جسمك بدأ يقل ان هو يطلع ومش هيطلع، يعني اكنك بتعملي ليزر وانتي في البيت. استخدامه ازاي يا ناني؟ هتستخدميه بعد السويت، يعني 3 أو 4 أيام ورا بعض او 5 أيام مفيش مشكله. تدهنيه بعد لما تعملي السويت يوميا لمده 5 أيام. الاتنين دول مع بعض يا جماعه اكنك عملتي ليزر في البيت، وهتبقي ست نظيفه وجسمك مش هيكون فيه شعر، وهتبقي قمر قمر قمر. ودي حاجه مهمه جدا في اي ست ان هي جسمها يكون نظيف وما يكونش فيه شعر. طيب تعالوا بقى نهتم برجلينا اللي كلنا ناسيينها. يلا بينا نعمل احلى باديكير في البيت. ازاي بقى؟ املاح الباديكير الفواره دي حاجه قمر قمر قمر. هتجيبي شويه ميه سخنه على قد ما رجلك تستحملها، وهتاخدي بقى شويه كده حلوين. انا احب اخد كتير قوي في املاح الباديكير علشان ايه؟ يعني نظافه. دي بقى شوية حاجات مخلوطين مع بعض. بصوا هتحسوا ان انتوا اصلا في ريحة نعناع مع املاح الباديكير الفورة دي. انا حسيت بالنعناع جدا وانتعاشه، كان ريحته زهرة. وطبعا يعني في حاجات تانية كتير غير النعناع. بصوا شوية الورد دول عشان تحسي كده بالاسترخاء. ويلا بينا نسترخي كده ونحط رجلينا لحد لما المية ما تبقاش سخنة خالص وتبقى دافية، وتحسي ان رجلك بقت حاجة حلوة قوي. وانتي قاعدة كده مفيش مشكلة برضو لو جبتيلك شوية شوكولاته كده تاكليهم، مش هيحصل اي حاجه، اهو نرفه عن نفسنا برضه. ودي كانت نتيجه بعد املاح الباديكير. زي ما انتم شايفين رجلي نورت. وبعدين بقى في كريم مرطب حلو قوي كده وبيدي لون حلو جدا جدا للرجل. كل الحاجات دي هسيب لكم اللينك اللي موجود فيها باسعار مش هتتخيلوها، وهتلاقي فجاه رجلك بقى لونها وردي وحاجه قمر 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 كده. احنا شلنا الشعر الزايد من جسمنا واهتمينا برجلنا وعملنا لها باديكير وبقت قمر قمر قمر، وبقت كمان لونها وردي. طيب فاضل ايه؟ فاضل ريحتنا. هتعملي ايه؟ هتاخدي الشاور بتاعك القمر، وبعدين هتجيبي اللوشن بار. ايه يا ناني اللوشن بار ده؟ اللوشن بار ده حاجه سحر 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 جدا. عباره عن، شايفين كده هو قلب كده، ده عباره عن قطعه كده. يعني مش هنقول كريم ومش هنقول برضو، يعني هو حاجه كده صلبه. اول ما بتطلعي من الشاور وجسمك بيكون مندي هتمشي بيها على جسمك، وابقي قوليلي يا ريني شكرا ان انتي خليتي جسمي ريحته مفحفحه بالشكل ده. اللوشن بار ده حاجه قمر. اللوشن بار ده فجاه كده بيتفرد معاكي على جسمك وبيديكي ملمس كريمي شويه، ريحته تجنن. في منه بقى فراوله، اللي معايا ده فراوله، ومعايا كمان فانيليا. الفانيليا وهم انا بحب قوي روايح الشجري. بعد ما تطلعي من الشاور وتدهني جسمك بيه، انتي هيقعد ريحة في جسمك يومين مثلا. ده غير ان هو حاجة قمر قمر ونعومة كده في الريحة رهيبة. في روايح تانية للي مش بيحب طبعا ريحة الفواكه، بتدهنيه كده على جسمك بعد ما بتطلعي من الشاور ويكون جسمك لسه مندي، وخدي احلى ريحة هتقعد معاكي يوم ويومين، وهتبقي ريحتك كده مفحفحة كده في الشقة. يبقى احنا كده اهتمينا بشوية حاجات حلوة، شلنا الشعر الزايد وعملنا باديكير وكمان اللوشن بار. الحاجات دي بجد بجد لو استخدمتوها وعملتوها
حاجه حلوه جدا ليكي انتي قبل اي حاجه تانية. وبعد بقى لما خلصت الحاجات دي ريحتي بقت حلوه جدا جدا. سايبالكوا طبعا اللينك اللي موجود فيه الحاجات دي باسعار حلوه قوي قوي قوي، هتتبسطوا جدا لما تجربوا، وبجد بجد الحاجه حلوه قوي. باي باي.